السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. طبعا احنا كلنا عارفين حبايبي ان مطبخ شهد مطبخ اقتصادي. من اول ما دخلت القناة وعملت القناة على اليوتيوب ودخلت معاكم بقول لكم ان مطبخ شهد مطبخ اقتصادي. بأقل حاجة هنعمل احلى حاجة. ازاي الكلام ده؟ هنشوف طبعا مع بعض. بس الأول لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب. بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. ونسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا دولت دي تورتة العلبة، زي ما بنقول كده تورتة العلبة. تورتة اقتصادية جدا وجميلة جدا جدا. طبعا فاكرين الاسبونش اللي احنا عملناه مع بعض الفيديو اللي فات؟ طبعا الاسبونش الصينية اللي كانت معايا عملت منها العلبتين دولت، وبصراحة كوبين من دول كده، بس واحد ما شاء الله اتاكل على طول قبل ما زينه. بألف هنا وشفا. وزي ما انتم شايفين كده زينتهم تزيين اقتصادي جدا وعادي جدا جدا، والتزيين ده طبعا حاجة ترجع لراحتكم. طبعا العلب دي كانت رايحة لأختي، كنت بصراحة رايحة أزورها وحبيت يعني ما أدخلش فاضية، أدخل بحاجة. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف احنا عملناهم ازاي مع بعض، عشان لو حابة تعملي أو عندك مناسبة وعايزة تعمليها. ما شاء الله العلبة بتقطع يعني كمية حلوة. طبعا ده السبونج اللي كنت عملته معاكم وقشرت وشه. وخلاص بقى ده تاني يوم وهبدأ ان اشتغل فيه. وقلبته بالشكل ده كده، وشلت ورقة الزبدة وجبت بقى العلبة. وبدأت اني اقيس كده مقاس العلبة. طبعا حطيت العلبة بالشكل ده كده وخدت المقاس زي ما انتم شايفين. وطبعا قست الناحية التانية، واللهم بارك. زي ما قلت لكم ان السبونج ده عمل لي تورتتين وكبين. والكب التاني ما شاء الله يعني كان كبير. كنت حطاه في علبة بلاستيك صغيرة كده، وما شاء الله اتاكل على طول. اللهم بارك. شايفين ما شاء الله ده الدقيق القمح العادي اللي عملته معاكم اسبونج بطريقة البيت. ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، يعني ما كنتش متوقعة نتيجته، بس ما شاء الله. وطبعا دي الكريمة عملتها معاكم قبل كده كتير، وحبيت برضو اجيبها على السريع كده واقول لكم، علشان في بنوتة طلبت مني الكريم شانتيه بيتعمل ازاي. طبعا ده الكريم شانتيه الخام اللي بيجي بالكيلو، مش الاكياس الجاهزة. طبعا جبت كوباية كريمة على كوباية مية متلجة على معلقتين من السكر الابيض الناعم، وخفقتهم كويس جدا لغاية ما ادوني القوام الحلو الجميل ده. وطبعا لازم مضرب كهربي علشان تعملي الكريمة، ما ينفعش الخلاط. تمام كده، خلاص جهزنا الكريمة بتاعتنا. نبدأ بقى نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا جبت العلبة وجبت قطعة كده يعني واحدة من المقاس اللي انا قسته معاكم، وحطيتها في ارضية العلبة بالشكل ده. وطبعا كنت مجهزة شربات بارد من امبارح، برضو لما كنت بعمل السبونش عملت الشربات وركنته على جنب كده يبرد. الشربات الخفيف، شربات بارد وخفيف، كوباية من المية عليها نص سكر، وسبتهم يغلوا 5 دقايق. وعبيتهم في الازازه بالشكل ده، وخرمت سده الازازه بمسمار كده. وسبت بس الاول طبعا غسلت السده قبل ما احطها على الازازه تاني. وطبعا جبت بقى الكريمه حطيتها في الكيس زي ما انتوا شفتوا، وحطيت كده بالشكل ده كده. وجبت بقى دي كانت بطاقه شخصيه عاديه عندي، كنت غسلاها برضو ومنشفاها. وبدات ان اساوي السطح بالشكل ده. اي حاجه انا ما عنديش سكريبر لا مشرشر ولا مساوي استخدمه. وبعد كده حشيت بالزبيب زي ما انتوا شايفين. حشو الزبيب في الطرط بيكون رهيب رهيب رهيب. يعني اللي ما حشاش تورته بالزبيب ان شاء الله يجربه ويحشيه، بيكون افضل من الفواكه بكتير بصراحة. وطبعا بدأت برضو أساوي السطح بالشكل ده كده، يعني تسوية عشوائي وزي ما تحبي وزي ما تفضلي. طبعا ربنا يحسن ما بين إيديكم وتطلعوا الحاجة أحسن وأحسن وأحسن يا رب العالمين. وطبعا أنا بديكم بس خلفية، واللي حابب بقى يعمل براحته ربنا يحسن ما بين إيديكم أجمعين. طيب التورتايه دي ممكن تقطع قد ايه؟ دي حاجه بقى على حسب راحتك او على حسب التقطيعه اللي انت بتقطعيها. ما شاء الله يعني. انا اختي قالت لي لما اتصلت عليا بقى بعد كده، قالت لي انها قطعت معاها حوالي من 10 ل 11 قطعه. ما شاء الله اللهم بارك. انا لو معايا كنت هقطعها 9 بس بصراحه، يعني خطين طول خطين عرض. وعملت التورتايه التانية بنفس النظام، بس حشيت في النص فواكه مسكره. طبعا الفواكه دي انا كنت عاملاها في فصل الصيف ومحتفظه
محتفظة بيها في برطمان في تلاجتي. وبعد كده بقى جبت العلب، طبعا حطيتهم شوية كده في التلاجة، وجبت كريمة طبعا كانت فاضلة مني وحطيتها في كيس حلواني والقمع كده، وبدأت ان اعمل روزيتات بالشكل ده كده. طبعا الروزيتات بقى عايزاه كبيرة عايزاه صغيرة مفيش اي مشكلة اللي يريحك، والتزيين ده برضو حاجة ترجع ليكي. عملت واحدة كده كمثلثين وواحدة كمربعين بخلف خلاف، يعني زي ما بنقول كده. يعني انا يعني بتكلم معاكم بالفلاحي زي ما بنقول. تمام كده. وبرضو طبعا لو انت حابه تحطي يعني شوكولاته كريسبي من اللي هي ذهبي، من اللي هي بني، من اللي هي اي الوان طبعا متوفر منها الالوان دي، حاجه ترجع ليكي والمتوفر عندك والمتاح عندك. انا كان عندي كريز احمر بالشكل ده كده، حبيت ان اكسر اللون واحط بالشكل ده كده. طبعا دي حاجه يعني عشوائيه، بس بصراحه ربنا هي فرحت اولادها جدا جدا، وبتقول لي ان العيال فرحوا بيها ما شاء الله وجميله وطعمها جميل. حتى هي لما روحت بقى اتصلت عليا وقالت لي انت جايبه كيلو الدقيق بكام السبونج؟ فضحكت كده وقلت لها هو حلو الدقيق يعني، نوعه حلو؟ قالت لي ده جميل وكأني باكل سفنجه مش باكل كيكه بصراحه يعني. قالت لي ما شاء الله جميله. قلت لها ده الدقيق بتاعي بتاع الغله اللي انا غسلاه، وما شاء الله انا عملته بطريقه السبونج وطلع معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا بعد ما حطيت بقى الكريز بالشكل ده كده، جبت نص كوباية من الحليب وحطيت عليهم 4 مكعبات من الشوكولاتة، وطبعا ساحوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت بقى حطيت بالشكل ده كده. يعني اللي انت حباه بقى تعمليه مفيش اي مشكلة. ولو عندك بقى شوكولاتة بيضة تقدري تحطي على الناحية التانية، برضو تسيحيها بنفس الطريقة وتحطيها على الناحية التانية. لكن انا كده خلاص يعني اكتفيت، وبألف هنا وشفا على قلوبهم. وطبعا خلصت اول علبة وتاني علبة اعملها بنفس الطريقة كده، واحطهم بقى في التلاجة لغاية طبعا ما اجي ماشية. ده كنت عاملاهم بقى بالليل، وخلاص تاني يوم كانوا هيروحوا وبألف هنا. دي طبعا العلب اللي كنت عاملاها من الاسبونج، يعني صينية الاسبونج اللي عملتها اللي هي مقاس 30 في 40، ممكن تطلعي منها تورتتين علبة بالشكل ده كده، وكوبين زي ما بقول لكم بالشكل ده كده. وممكن تطلعي منهم تورته 3 دور، وممكن تعمليها جاتو، وممكن تعمليها سويس رول. يعني عادي اللي انت حباه تطلعيه من مقاس الصينيه تطلعيه. كان عندي بقى شوكولاته كريسب صغيره كده فحبيت احطها علشان تكسر اللون. وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم. اسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.